أكد الوزير العمل الجديد يوسف شريف إن عودة صيغة التقاعد النسبي دون شروط السن في الوقت الراهن غير ممكن نظرا لاختلال التوازين المالي لصندوق التقاعد. وقال الشريف رد على سؤال الشفوي بمجلس الشعب الوطني حول موعد عودة هذه الصيغة إن استحداثها كان استثنائيا خلال التسعينيات بسبب غلق المؤسسات لضمان حماية للعاملين الذين فقدوا منصبهم عملهم. وأوضح إن هذا القرار أثر على التوازنات المالي لصندوق التقاعد هذا المنطقة لحماية حق الأجيال القادمين في التقاعد.